اليوم سيتحدد المنتخبين اللي حيكملوا المربع الذهبي لأمم إفريقيا. السنغال في انتظار المداهل من مصر وساحل العاج، والمغرب في انتظار الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا. مصر بشكل كبير هي المرشحة للعبور بحكم التاريخ، لأن المنتخب المصري مكتسح ساحل العاج في إفريقيا. المنتخب الليفواري لم يفز على مصر إلا في مباراة واحدة مقابل 10 انتصارات للمنتخب المغربي. حتى في فترة دوروغبا ويايا توريه كانت مصر تفوز بقيادة أبو تريكة ووائل جمعة. لذلك أرشح أنه مصر ستواجه السنغال في المربع الذهبي. أما الجزائر ونيجيريا دي أكتر مباراة أنا منتظرة ومتحمس أشوفها، ومتوقع أنها ممكن تكون الأجمل في البطولة. رأيك شنو عزيز المشاهد في نصف نهائي يجمع بين المغرب والجزائر؟ أوبا، أحلام العصر حرفيا ومباراة القرن. دي المباراة اللي أنا متمني أنها تحصل، لأنه حيكون فيها إثارة داخل وخارج الملعب قبل وبعد المباراة، إثارة تضاهي قمة البرازيل والأرجنتين.